السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفي أحسن حال، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. النهاردة بقى هنشوف هنعمل ايه مع بعض كده زي ما انتم شايفين المنظر. حابة كده في بداية الفيديو رحب بكل الناس اللي دخلت معايا ونورتني، واللي لسه اول مره تشوفيني انا شوشو ودي قناتي. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل حاجه جديده بنزلها. ما تنسنيش باللايك، اللايك ثم اللايك ثم اللايك والدعوه الحلوه طبعا اكيد. بصوا طبعا زي ما انتم شايفين كده اوضه النوم كانت عامله ازاي. كنت حاسه ان هي متشقلب حالها وما كانتش عاجباني خالص، فقلت بقى لا لا لازم كده ايه اقوم اعملها عشان الراحه النفسيه. وانا بصوا يعني مدمنه نظافه، فلا لا ما كانش عاجبني الوضع. طبعا انتوا هتشوفوها ان هي عاديه، بس لا انا ما كانش عاجبني الوضع. فاول حاجه كده هفتح شبابيك البيت بتاعتي واشغل القران كده عشان اسمع بقى ايه السنه النبويه. وداخلين بقى على العيد الكبير، وانتوا عارفين قناه السنه النبويه دي حلوه جدا جدا جدا، بتجيب احاديث حلوه قوي وبتجيب حاجات حلوه قوي بنحب نستفاد كده منها، وبحب ان انا استنط ليها. وكنت في نفس الوقت عايزه الحق كنز اجيبها من الدرس، كنت لابسه عشان نازله اجيب كنز من الدرس. وفي نفس الوقت كنت بجري كده جري عشان النور ما يقطعش، لان النور راجع يقطع تاني وحاجه بصوا لا يعلم بيها الا ربنا. فزي ما انتم شايفين كده اول حاجه هغيرها هشيل بقى الملايات كده. وكان هنا حمزه واقف يزاولني مزاوله كان مطلع عيني حرفيا. كان ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم بجد بجد. يعني خلفة الصبيان غير خلفة البنات. البنات تحس ان هي هاديه كده وكيوته في نفسها وبتسمع الكلام وتخاف عليكي وتساعدك، انما الصبيان اعوذ بالله ربنا يهديهم ويصلح حالهم. كان مطلع عيني، ما كانش معايا غير هو، وكان ملففني حوالين نفسي. وكل ما اعمل حاجه الدنيا تتقلب تاني، كل ما اعمل حاجه قالب الدنيا وفتح الدولاب ومنزل الرفوف. بجد الوضع بقى صعب جدا، واكيد اللي معاه صبيان عارفه انا بتكلم في ايه. فعادي بقى هعلم ربنا يهديهم كده ويعيشوا ويكركبوا ونعيش ويدينا الصحة كده والعافية اللي تخلينا نخدم بيوتنا من غير ما نحتاج لحد. فعادي هنروق الدنيا وعلى قلبنا زي العسل. طبعا بصوا لا اللي مخلف مرتاح ولا اللي مش مخلف مرتاح، فربنا يهديهم ويصلح حالهم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. حابة تاني اقول لكل اخواتنا الاقباط المسيحيين كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعداء ومبسوطين وفرحانين ومتهنيين، لان في كتير انا عندي ناس صحابي واخواتي اقباط كتير. فكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد بتاعتهم. وطبعا حابه كمان بما ان النهارده كده بسجل لكم الفيديو مش من النسيم، عايزه اقول لكم ان في ناس كتير النهارده هتاكل فسيخ وطبعا بتحتفل بعيد شم النسيم. بس طبعا انا هقول لكم كده كام حاجه اللي انا اعرفها واللي انا سمعت عنها واللي انا اتربيت عليها. ان طبعا المسلمين ما بيحتفلوش بعيد شم النسيم خالص. يعني انا بصوا اسمع ان هو حرام، يعني حرام الاحتفال بشم النسيم. بصوا شم النسيم ده انا هقول لكم اللي انا عارفاه. شم النسيم بدأ كده كعيد عند الفراعنه، وكان اسمه عيد الزينة وعيد الربيع. وكانوا اليوم دوت كانوا بيعبدوا الشمس، يعني أعوذ بالله. كانوا بيخرجوا طول اليوم، يخرجوا من بعد يعني قبل شروق الشمس و... ويفضلوا قاعدين تحت الشمس من شروق الشمس لغروب الشمس، قاعدين تحت الشمس كأنهم هيعبدوا الشمس، يعني فاهمين؟ فهو سمي بكده. كانوا بقى بيعملوا بيض ملون والاسماك المملحه زي الفسيخ والرنجه بتوعنا والحاجات اللي هي بتحصل دلوقتي ديت، والبصل بقى والحاجات اللي انتوا فاهمينها. فكانوا يعني كانوا بيروحوا بقى النزهه والمتنزهات والحدائق، كانوا بيخرجوا بقى طول اليوم طول اليوم. يعني النهارده حتى في التلفزيون لما تيجوا مثلا قناه اسكندريه او قناه القاهره اليوم، هتلاقوا ان اخواتنا الاقباط بيقضوا اليوم في المنتزهات، يعني في الحدائق والمنتزهات. اسمها ايه يا جماعه؟ في الحدائق والمنتزهات والتنزه يعني. كانوا بيروحوا يقفوا تحت الشمس من وقت شروق الشمس لوقت غروبها، عشان هم من اعتقادهم ان هم كانوا كده هم يعني هينولوا رضا وبرقة إله الشمس أعوذ بالله. ف... فاليوم دوت عندهم هو موجود، بس موجود عند النصارى والأقباط. كل اللي أنا أعرفه أو قريت عنه إنه عيد وطني نصراني كده يهودي، ملوش علاقة خالص بالإسلام. وطبعا زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال طبعا صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. فيقصد هنا ايه بقى؟ ان كل قوم ليه عيد، الناس كلها بتستغل يوم عيد شم النسيم ده اي مناسبه واجري يخرجوا بقى ويتلزقوا في بعض وارتكاب معاصي ومنكرات واختلاط شباب وبنات وكل خلطه بيتا بالصلصه.
كله داخل في كله، فحرام والله العظيم حرام. احنا لينا عيد وهم ليهم، يعني المقصود هنا من كل قوم عيد ان احنا عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد الاسبوعي بتاعنا اللي هو عيد، اللي هو يوم الجمعه بالنسبه لنا ده عيد. يعني انا عايزه اسالكم سؤال، انتوا بتلاقوا، يعني انتوا عمركم لقيتوا واحد من اهل الكتاب او النصارى او اليهود او واحد من يوم الكتاب بيحتفل معانا بيوم الجمعه، بيحتفل معانا بالعيدين؟ انتوا ليه بتشاركوا في شم النسيم؟ ليه؟ والله العظيم انا والله العظيم سمعت فلا يجوز الاحتفال بشم النسيم، لانه يوم بصي بيختلف عن عقيدتنا الاسلام خالص نهائي. ففي ناس هتطلع تقول لي انت طالعه تحللي وتحرمي على مزاجك وعامله لنا فيها الشيخ الشعراوي وعامله لنا فيها. والله لا، انا مش شيخه، بس قريت وتربيت على كده. انا عارفه الناس يعني ما بيصدقوا، انا عارفه ان انتوا ما بتصدقوا ان انتوا تلاقوا حاجه تفرحكم، وبتلاقوا حاجه ان انتوا تختلطوا بيها والمحرمات يشتغل وتجري عليها. فانا قلت ان انا افيد الناس مش اكتر، انا لا بحلل ولا بحرم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحلل وهو اللي بيحرم. انا كل اللي انا هقوله لكم، انتوا عايزين تعملوا بنصيحتي اعملوا بنصيحتي. انت عندك طول السنة احنا عندنا في العيد الصغير كلنا تهرينا فسيخ، وكلنا اكلنا رنجة، وكلنا طول السنة عندنا ممكن ناكل رنجة. لكن هم بيعملوا اليوم ده لان هم تقريبا بيبقوا صايمين 55 يوم او 40 يوم، فبيبقوا ممنوعين من البروتينات واللحوم والحاجات دي، اللي هو البيض والسمك واي حاجة فيها روح تقريبا. يعني هم بيبقوا ممنوعين من اي حاجة فيها روح. فعشان كده هم اول ما بيفطروا بيروحوا فاطرين بقى على البيض الملون وعلى السمك وعلى الفراخ، وتلاقيهم عاملين بقى وليمه. فهم ليهم عيدهم، وكل سنه وهم طيبين وبخير، وكلنا اهل واحد، وكلنا مصريين، وكلنا اخوه، وكلنا بنحب بعض. انا مش معنى كده ان انا ضد حد او ان انا يعني فاهمين مش مائزة من حد أو أيا كان السبب. احنا لا، احنا ممكن نشاركهم نبارك لهم. انا والله العظيم انا عندي ناس كتير قوي من اخواتنا الاقباط اتصلت بيهم وبعت لهم مسج على الواتس، وهم بيفرحوا جدا. احنا بصوا ما بناش غير ان احنا نهنئ ونبارك ونشاركهم، ونتصل بيهم. ولو في حد عنده مثلا مصيبة نقف نشاركها، حد عنده وفاة نقف نشاركها، حد عنده فرح نساعدهم، لا لازم نبارك لهم ولازم نهنيهم ونقف جنبهم. فكل اللي انا بحاول اقوله يعني عشان ما حدش يزعل مني، والله انا مشيخه بس دوت اللي انا سمعت عنه. انتوا عندكم مثلا طول السنه ممكن تاكلوا فسيخ، لان انا فعلا انا صحيت من النوم لقيت كميه ناس بتنظف فسيخ، وكميه ناس بتعمل فسيخ، وكميه ناس خارجه سايبين امتحان ولادهم بعد بكره وهم خارجين ورايحين النزهه. وعندنا النزهه في اسكندريه، الناس اللي بتعرفين حديقه الحيوان هنا في اسكندريه زحمه جدا جدا جدا، ما تعرفيش تخشي اصلا، ما تشوفيش الناس من كميه الناس. بصي طبيطه بالصلصه زي ما بقولك، مسلمين على اقباط على نصارى، ادي له ادي. فجماعه سيبيهم هم يفرحوا، باركوا لهم وشاركوهم وهنوهم، وسيبوهم هم يفرحوا بعيدهم، واحنا عندنا عيدنا ممكن نفرحوا. ربنا يفرح قلوبنا جميعا، وكل سنه وكل اخواتنا المسيحيين بالف خير، وينعاد علينا وعليهم الايام بخير، وربنا يصلح حالي وحالكم وحال الناس اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. بس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله بخصوص شم النسيم، والله اعلى واعلم طبعا. ويا ريت ما حدش يزعل مني من الكلام اللي انا بقوله، او واحده كده تطلع لي من الكومنتات، عشان انا في تعليقات كده بتجيلي، ممكن حد يطلع لي في الكومنتات يقولوا لي انت عماله تحللي وتحرمي على مزاجك. فلا والله، خشي واعملي سيرش كده على جوجل واسألي وشوفي الاحتفال بشم النسيم او عيد الربيع او عيد الزينة او ايا كان عيد ايه، حلال ام حرام، بس مش اكتر. بس كده. هنا بقى بصوا كنت روقت بقى السرير بتاعي وغيرت الفرش بتاعي. اهم حاجه ان انت تغيري الفرش كده وتغيري ملايه وتشيلي ملايه، وبتغيير العين ده مطلوب. وطبعا الشباك عندي مفتوح. طبعا هنا اول حاجه هعملها حجري جري كده على الغساله، الم الغسيل بتاعي واشغل الغساله قبل ما النور يقطع. فلميت الغسيل بتاعي وشلت الغسيل بتاعي دخلته على الغساله. بس طبعا انا ما كانش هيهدالي بال كده غير اما اشيل السجاد واكنس وامسح بقى بالموب بتاعتي القمر دي، تحط بقى فيها شويه ميه سخنه بديتول، شويه ميه سخنه بكلور، بمثلا معطر، اي حاجه انت بتحبيها
امسحي شقتك بيها، هتحسي فعلا بريحه النظافه. النظافه انا ما بحسش بالنظافه فعلا غير لما اشيل السجاد كده واسيق والميه توصل السيراميك. خلي السيراميك يتنفس كده نظافه، خلي السيراميك يتنفس نظافه. فانا مش عايزه حد قاعد كسلان وسايب بيته يضرب يقلب. احنا خلاص داخلين على امتحانات وفي ايام امتحانات ومفيش وقت خالص ان انت تعملي اي حاجه، فاللي تقدري تعمليه دلوقتي اعمليه، وهنطلع من الامتحانات نخش على عيد كبير والبيت ما بيخلصش وعمايل البيت ما بتخلصش ولا اكل بيخلص ولا اي حاجه بتخلص. فبصي عايزاكي كده واحده واحده على نفسك، عايزاكي تهدي كده على نفسك، عايزه مودك يبقى متظبط، تغيري مودك، تشربي المشروب بتاعك المفضل بتاعك، تشغلي اي حاجه بتحبيها، تقري كتاب بتحبيه، تعملي اي حاجه. حبي نفسك، حبي نفسك، هتحبي الحياه والله. طول ما انت قاعده حاطه ايدك على خدك والشقه تضرب تقلب وشايله طاجن ستك وشايله هم الدنيا كله، مش هتعرفي تعملي حاجه ومش هيبقى فيكي صحه ولا قادره تقومي من مكانك. فعايزاكي كده بصي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، تشغلي قرآن. انا طول الوقت اليومين دول لان بيحصل لي حاجات غريبه والله، عايزه اقول لكم ايه، انا اساسا يعني طالعه لكم كده، بس انا عايزه اقول لكم ان انا فعلا تعبانه جدا جدا جدا. يعني كان في العيد، في تنظيفات العيد، الدولاب واقع على ضفري، فالضفر فضل يوجعني 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 لغايه اما رحت وشلت الضفر. يعني انا بسجل لكم الفيديو ده متصور تقريبا، انا عندي كام فيديو كده متصور بقاله فتره، فدول اللي انا محوشاهم ان انا انزلهم لكم في فتره الامتحانات. يعني الفيديوهات دي قديمه عندي متصور. فدلوقتي انا شايله ضفر رجليا، رحت اول امبارح شلت ضفر رجلي، جيت عملت لهم بعديها بيومين، وقفت على رجليا وقلت اعمل لهم بقى مشويات، كانوا عايزين ياكلوا مشويات وكده، فعملت لهم مشويات. وانا بدخل الفرخه كده في السيخ بتاع الفراخ المشويه. البتاعه اللي هي بتخش بتمسك الفرختين كده، بتمسك الفرخه من هنا ومن هنا، وانا بدخلها راحت فلته هوبا داخله في ايدي، فتحت لي ايديا، خدت 6 غرز. ف يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انا بحمد ربنا ان طول ما انا فيا نفس وطول ما انا قادره ان انا اخدم ولادي، انا بحمد ربنا على اي حال. يعني الحمد لله في السراء والضراء. فبصوا يعني وبرده لو انت مثلا ان دلوقتي حصل لي حاجه في ايديا ومش قادره اعمل حاجه ومش هقدر اغسل مواعين وي 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 وحاجات كتير قوي، قدري حصل لك حاجات زي دي، خلاص الدنيا تقوم ما تقعد، ما تقدريش تخشي المطبخ تستني مين يجي يخدمك بقى. لكن انت لو ايدك في بيتك اول باول اول باول، يعني انا دلوقتي مثلا بلبس الجلافز وبخش يا دوبك ايه، اغسل الطبقين والكوبايتين، ما بحاولش ان انا اعمل حاجات كتير في المطبخ عشان ايدي والميه. وبالنسبه للاكل طبعا لو انا عامله تفريزات في التلاجة زي الكفته اللي انا كنت عاملاها معاكم والفراخ اللي انا كنت عاملاه، وعندي بانيه وعندي اللهم بارك برجر وصدوق والحاجات دي، هم اللي بنقضوا بيها دلوقتي. بحمر يعني، مش بحاول ان انا اقف واعمل صلصه واعمل دربكه كده في المطبخ عشان الدنيا ما تلص معايا، وبعدين ان انا بغسلش مواعين كتير يعني، فاهمين؟ واليوم بقى نعمل مثلا عيش بالبسطرمه، يوم نطلب تيكاواي من بره، نطلب اي حاجه من بره كده يعني، فماشيين الدنيا والحمد لله ومتاقلمين والحمد لله. فبرضو التفريزات من الحاجات اللي انا قلت لك لازم تكون جاهزه معاكي، لان اي ظرف طارئ، امتحانات، اي حاجه، لازم يبقى عندك حاجه في الفريزر ساتره بيتك. فاللي مقدرته يعمل كده يعمل، اللي مش مقدرته انا ما بغصبش حد انه يعمل كده، بس الناس اللي مقدرتها ومكسله ومطنشه دي هتتحاسب احسن حساب. عايزاكم بقى، اشتركتوا في القناه ولا لسه؟ عايزاكم تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنتات حلوه من اللي بتساعدني وتفرحني. عايزاكم بقى تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلوه، اما الناس اللي على راي الكينج بتاعنا تحط الكومنتات وتجري من غير ما تشاهد الفيديو للاخر. لا يا قلب اختك، انا مش عايزه كده تحطي كومنت وتجري، انا عايزاكي تحطي لايك وتشاهدي الفيديو على الاقل 5 دقايق، عشان والله العظيم بتشجعوني جدا وبفضل مكمله معاكم. اللايك بتاعكم ده بيفرق والكومنت بتاعكم ده بيفرق، اما الكومنت وتجري ده بيوقع الفيديو، والله العظيم بيوقع الفيديو.
انتوا ما يرضكوش ان انا يطلع عيني في الفيديوهات وفي عز الحر والفرهده، واجي على نفسي عشان تعبانه، واجي على نفسي عشان مش عارفه ايه، واعمل لكم فيديوهات وانتوا ما تستخسروا فيا اللايك. مش عايزه اللايك من غير ما تشاهدوا 5 دقايق من الفيديو. كل القنوات بيطلع عينها والله العظيم، مش انا بس، انا مش بتكلم كده عشاني انا بتقي الله في الناس اللي بتفرج عليها. احنا عاملين القنوات مش عشان نساعد بعض ونحط انتي حطي لي اللايك وانا احط لك اللايك، لا، فرجاء وتكرارا المشاهده قبل اللايك والكومنت، وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والاخره. قشطه، اتفقنا؟ يا ريت اللي سامعني يرد عليا في الكومنتات ويقول لي اتفقنا يا شوشو، ويحط اللايك يقول لي حطيت اللايك، اللي يحط اللايك يقول لي حطيت اللايك، واللي بيشاهدني وبيحبني ينزل يكتب اسمه في التعليقات، عشان انا عايزه اتعرف عليكم كلكم وعايزه اعرفهم كلكم، لان دخل عندي مشتركين فانا مش عارفه مين المشتركين، ممكن يكونوا بيتفرجوا بس ما اعرفهمش، فانا بحب اعرف كل الناس عشان اعرف عيلتي لما بتكبر بيزيدوا نفر واثنين وثلاثه، ابقى عايزه اعرفهم مين دول ومنين وبتتابعني منين. فعايزاكم بقى تخشوا كده ايه تقولوا لي انتوا منين. اما بالنسبه للناس اللي عايزه تتواصل معايا وعايزه تكلمني مثلا او عايزاني في حاجه، انا تحت امركم جميعا. عندكم اللينك بتاع الانستا واللينك بتاع التيك توك، اما الفيس انا قافله الماسنجر عندي. التيك توك والانستا ممكن تخش تبعت لي رساله على الانستا، انا برد عليكم كلكم، بس في حاله ان انا بلاقي حد بقولها تكرار انا اهو بكررها، اما بلاقي حد بيقل في ادبه او حد، وده حصل كتير واكيد في ناس فتحت عملت قنوات تانية وداخله تشاهدني، لما بلاقي ان حد داخل لي يقل في ادبه بسمعه ما لا يرضيه. ما تقولوليش بقى قناه ومشاهد ومشترك والمصحف، اكيد في ناس بتشوفني وعارفه، بسمعه ما لا يرضيه. لو انت فعلا ابن امك صحيح ولا ابن راجل صحيح، خش واكتب لي اي كومنت سلبي ولا اي نجاسه ولا وسخه منكم، قسما بالله بمسح بكرامه اهله الارض. فلو انت من الفيديو وانت عايز تتواصل معايا ولا حاجة، ولا عايز تسأل حاجة، بلاش دماغك يعني الشيطان يلعب كده في دماغك، عشان هخلي الشيطان ده يعمل لك حاجات مش كويسة. اما بقى بالنسبه لاخواتي واصحابي وحبايبي والناس الكويسه اللي بتخش بقى تسال عليا وتطمن عليا وتخش تطمن على ولادي ومثلا تاخد رايي في كذا موضوع، دوت على راسي من فوق. وفي ناس عندي محترمه كتير، عشان ما حدش يقول لي انت بتخلطي، لا، انا عندي ناس محترمه كتير، وكل الناس المحترمه على راسي من فوق. اما الناس اللي مالهاش اي 30 لازمه فاقرب باسكت زباله وارمي، ما عنديش مشكله المشتركين يقلوا 1 2 1000 2000 ولا في دماغي ولا تفرق معايا. اهم حاجه عندي الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، عشان تبقوا فاهمين. اوعوا يغركوا السود دوت ولا الشكل دوت وتقولي عليا كيوته، واللي يشوفك انت بتطلعي متصنعه وبتطلعي تقولي مش عارفه ايه وتطلعي ايه عيشي طبيعتك وعيشي عيشه اهلك. لا، انا زي ما ببقى بعرف ابقى محترمه وكيوته مع الناس المحترمه والكيوته، وبعرف ابقى بص شرشوحه كده مع الناس الشراشيح اللي تستاهل ان انا شرشح لهم. بس هو ده برضو كل اللي انا عايزه اوضحه. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم كلكم 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 كلكم، وكل الناس اللي دخلت وشرفتني ونورتني دول على راسي راسي من فوق. وزي ما قلت لكم الناس اللي لسه ما اشتركتش، انا شوشو ودي قناتي، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يصلك مني كل حاجه جديده بنزلها لو حابه تشوفيني تاني. هنا بعد ما روقت وعطرت ونضفت ورتبت ولمعت وبص وشهيصت كده اوضه النوم بتاعتي، ورحت طبعا انا مطلعه البطاطين بتاعتي والمفارش. احنا في شتاء، احنا في صيف بس بالليل بسقع جدا. هتقولي انت لسه بتحطي البطانيه؟ اقول لك حطيت بطانيه خفيفه. فكنت مطلعه هنا البطاطين كلها على البلكونه بره، فسبت بقى كده بصوا الاوضه روقان يا جماعه روقان. نظفت بقى وسيقت ولمعت بالملمع بتاعي القمر اللي انتوا كلكم عارفينه، وشغلت القران وشغلت النور الهادي. قلت يمكن حمزه ربنا يكرمه ويخش ينام ويريحني شويه من البهدله اللي هو كان مبهدلها لي والخراب اللي كان بيخربه. فلمعت كده اوضه النوم وخلصت كده اوضه النوم وفرشت بقى الملايه القمر دي. برضو لما تغيري ملايه حطي ملايه وانت حاطه ملايه فاتحه، حطي ملايه غامقه، حتى مره مثلا تحطي مشجر ومره تحطي ساده. ملايه الساده دي بحسها ان هي ايه يعني مش بتبقى حلوه، بحسها ان هي عواجيزي قوي. لكن انا بحب اللي هي الفرايحي العرايس ديت، ان هي فيها تشجيره، اللي فيها ورده، فيها قلب، فيها عريس وعروسه كده، بحب الحاجات دي. فعايزاكي كده ايه تقومي كده وتنضفي وشوفي ايه اللي في بيتك عايزه تنضف وتنضفيه وما تكسليش. هنا بقى بعد ما خلصت اوضه الاطفال قلت بقى اروق عليهم، كنت نزلت وجيت
جبت كنز وجيت وانا جايه كده قلت اجيب البطيخه، البطيخ نزل يا ولاد، وتبصوا البطيخ كده حاجه تطري على القلب كده، وحاجه تخش كده المزاج والعال. فقلت بقى ايه، لا لازم اجيب بطيخ، طالما في بطيخ في السوق اجرب كده. اي نعم تلاقوني هطله كده ومش بعرف اخرطه، بس معلش تحسوا ان انا نسيت، فمعلش هتلاقوني دلوقتي زي السكينه في الحلاوه عماله اخرط فيه. فرحت جايبه بطيخه، بس كانت زي العسل بالف هنا وشفا لكل اللي كل منها حاجه. بصوا بقى في فتره الصيف دي، والبطيخ والكمتالوب والشمام والاناناس والحاجات دي، جنب حته جبنه قريش هتاكلي، جنب حته جبنه قديمه هتاكلي، جنب حته جبنه بيضه هتاكلي. كده كده الصيف ما بياكلش، والحر كمان ما بياكلش. فادينا كده رطبي على قلبي بقى، رطبي بقى كده، اديني بطيخ واديني كانتالوب واديني ايس كريم واديني جيلي بقى ورز بلبن، الحاجات دي اللي بتطري على القلب ده. فبصوا طول ما في بطيخ في السوق انا مش هسيبه، مش هسيبه. تخلص دي واجيب دي، تخلص دي. هتقولي انت جايباها صغيره؟ بصوا البطيخه الصغيره دي كانت عامله 50 جنيه. يعني ما برضاش كمان اجيب بطيخه كبيره، لان لما بحط البطيخ في التلاجة بيدبل مني. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا اللهم بارك انا ما عنديش مكان في التلاجة، وما بحب ان انا اجيب بطيخه بجيبها صغيره كده واروح مقطعها احطها في اي بلاستيك عندك، في اي طبق كده متغطي، او اي الحاجات اللي هي بتاعه محافظه التلاجة دي، وبغطيها بيبقى سهل عليا، احسن ما اقوم اقطع واقوم انيل والعيال عايزين، ويجي مثلا وقت انت خلاص قعدتي واوريدي انت قاعده بقى خدت الشاور بتاعك وقاعده، ويجي ولد من الولاد يقول لك ماما عايز حته بطيخه. لكن انا بسهل عليا الدنيا، بقطعها كده واخليها كده في العلبه واحطها في التلاجة، بحيث ان هم لما يعوزوا ياخدوا منها. بصوا هنا لقيت ان التانية لو قعدتها مثلا هم خلاص خدوا منها، يعني هم اوريدي انا واقفه اساسا، اللهم بارك الف هنا وشفا ليهم، هم عمالين ياكلوا. وطبعا كلنا كنا بنعمل كده، الولاد بقى واقفين عايزين بالله وبالقشر، فقلت لهم خدوه بقى وعلى الحمام، اللي انتوا عارفين بقى اللهلطه بتاعت البطيخ والمانجا دي، قلت لهم خدوه بقى وعلى الحمام. اديت كل واحد خرطه كده وقعدتهم في الحمام، واللي نايل الدنيا اكتر كان حمزه. قلت له بقى عشان لما تنيل الدنيا في التويلت اقلعك كده وارميك في البانيو. فهنا بقى اللهم بارك، هي كانت البطيخه طبعا هم شبعوا وكلنا وشبعنا، فاللي فضل كده ايه هروح حاطاه في العلب ديت ومغطياه وشايلاه في التلاجة. وهنا برضو كنت جايبه الكنتالوب ده، برضو بحب ان انا اعمل كده، هخرطه برضو واحطه في علب وادخله التلاجة. لو ما عملتيش كده في الفاكهه بتاعتك والله العظيم بتلاقي ان انتي الفاكهه جبتيها واترمت. انا عايزه اقول لكم الاناناس ده كان في الكيسه قعد فتره كبيره في الكيسه، هتلاقوا فيه مثلا واحده بايظه اول ما طلعتوها كده. بجد انا بكسل، يعني طول الشتاء ممكن ما اجيبش برتقان عشان بكسل ان انا اقشر البرتقان. انتوا متخيلين الكسل بيوصل لفين؟ انا اقوم واعمل كل حاجه، بس مجرد ما انا اخد الشاور بتاعي واقعد كده من بعد الغدا، انسى بقى ان حد يقومني، انسوا ابقى عايزه ونش كده يقوموني. العشاء هم يعملوا لي، عايزه حاجه مثلا هم يعملوا لي، لكن ان انا اقوم مثلا اخرط اناناسه ولا اخرط بطيخه ولا ابسنوتلي والله العظيم. فلا انا بحب ان انا اول ما اجيب الحاجه كده. برضو الموز مثلا اجيبه احطه على البتاع لغايه اما يلم هموش، واخرته يا اما اقشره واحطه في الفريزر اعمل له لاي حد عصير، اما لو حد جه دفع على سهوه يعمله عصير، يا اما اخرته الحارس، يا اما اخرته الزباله، اعزكم الله. فعشان كده الفاكهه يا جماعه ولادنا والله العظيم احسن ومفيده طبعا، وفاكهه الصيف كتير 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 واحسن وافيد من الحلويات والشوكولاتات والشيبسيات، لان دي مؤذيه جدا 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 وكلها مواد صناعيه، فدي افيد ليهم. فهنا بصوا عايزاكم بقى تشيصوا على نفسكم، وعايزاكم تفرحوا نفسكم بنفسكم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.